ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك. من ذا الذي سألك فحرمته، أو التجأ إليك فرددته، أو تقرب منك فأبعدته، أو هرب إليك فطردته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلوات ينفك بها الكرب وينزال بها الهم ويستجاب بها الدعاء ويرفع بها البلاء. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ فيديو جديد وروتين جديد، يا رب تبقوا كويسين. طمنونا عنكم. انا اموره طبعا، ودي قناتي، فطبعا يعني غالبا هتكونوا لسه لاول مره بتشوفوا القناه، فاتمنى انكم تعملوا اشتراك الموجوده تحت باللون الاحمر، وكمان تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه الفيديوهات اللي انتوا حابين تشوفوها الفتره الجايه. حبيت اشارك معاكم النهارده روتين بسيط كده، يعني من اول ما صحيت من النوم، وكمان مشترياتي كده من المنظفات وحاجات يعني كده خفيفه كده النهارده ان شاء الله. مبدئيا الريسبشن عندي بحاول ان انا اديله كل يوم او كل يومين بالظبط مسحه كده خفيفه بالفوطه اللي هي المايكرو فايبر دي، علشان يعني اشيل التراب اللي عليه. وجود التراب في البيت يا بنات بجد والله بيدي طاقة سلبية جدا، وبتحسي كده ان انتي ماشية مخنوقة. فبحب كده على طول من غير جلانس ولا حاجة، انا عندي البخاخ ده فيه دوني. فبدي كده على الفوطة مثلا بختين كده، بحيث ان انا ايه، يعني امسح التراب وفي نفس الوقت اعطر المكان. ولكن برضو المسحة اللي هي بالجلانس بقى وكده دي بديها مثلا مرة كل اسبوع او حاجة مع المرايات. فجيت اول حاجه كده على السفره، طبعا يعني السفره عندي في الريسبشن في وش باب الشقه، فاللي معاه حاجه بيحدف على طول على السفره، مش محتاجه اقول لكم يعني بتبقى عامله ازاي. فاول باول كده بحب اشيل الحاجه اللي عليها، وبعد كده بقى دخلت على الدنسوار برضو عملته. انا مش من النوع اللي بحب احط خلطات كتير وكده. لا، يعني مش بحب الخلطات الكتير، هو عندي الدوني ده بس كده يعني بحط منه على الفوطه، ولمع بيه بقى الحاجات اللي انا ايه حابه المعها النهارده مثلا. طبعا الريسبشن بالنسبه لي بيبقى ليه روتين يومي، وبيبقى ليه روتين مثلا كل اسبوع، وبيبقى طبعا ليه روتين كل شهر، او اللي هو الروتين الموسمي بقى، اللي هو احنا بننفض فيه الشبابيك وبننزل فيه بقى الستاير. وممكن كمان لو في حاجة في السجاد نعملها. انا بصراحة اكتشفت كده امبارح بقعتين في السجاد، يعني عايزة اعملهم ان شاء الله. يعني الاسبوع ده في التنظيف اللي هي بتاعة الريسبشن، الاسبوع ده اللي هو التنظيف العميق، محتاجة ان انا اعمله. دخلت بقى دلوقتي على طول ومليت الكاتل ميه. هقول لكم على معلومة عرفتها من قريب كده، ان احنا ما ينفعش ان احنا نملي الكاتل اقل من المقدار اللي هو محدده لنا تحت ده، اللي هو معمول عليه رقم 2، وما ينفعش ان احنا نعدي علامة اللي هي الماكس، ما ينفعش ان احنا نعديها. دلوقتي بقى الكاتل عندي بقاله مثلا اسبوع كده او حاجة، او اكتر من اسبوع يعني ما اتعملش. انا بعمل الكاتل ده كل ما اغسل، هقول لكم ليه. جبت هنا مليته ميه وحطيت فيه خل، وكان عندي اخر شويه من ملح الليمون فحطيتهم فيه. بصوا بقى، عربيه المنظفات كانت معديه، فانا كان عندي ازمه شويه في المنظفات، فقلت ايه يعني خلينا اطلع اجرب بقى وخلاص. فجبت بقى شويه حاجات منه، هقول لكم كده على الاسعار. اول حاجه اللبني اللي على الجنب ده اللي جنب الكاتل ده دوني، ريحته خطيره خطيره خطيره، انا بحب ريحته جدا جدا جدا. الازازه اللي هي 2 لتر دي، عمو عطاها لي ب10 جنيه، فده سعر كويس قوي. وكمان جنبها دي ازازه بريل، مش بريل، اسمه ايه، لا، اللي هو البرسيل الجل، تمام. فالبرسيل الجل ده انا مش بستخدمه في الغسالة قوي الا لو هغسل مثلا فوط مطبخ او كده. لكني انا بستخدمه في ايه مثلا، يعني اعزكم الله ممكن اعمل بيه التويلت، ممكن اعمل بيه فوط المطبخ زي ما قلت لكم، ان انا مثلا امسيق، يعني اكنس، مش اكنس، اسيق البلكونه مثلا او السلم كده يعني. لكن في الغساله يعني لا، ما جربتش بصراحه. والازازه اللي هي دي برضو كان فيها ايه، بريل يعني كده، او اللي هو مسحوق لغسيل الاطباق يعني. كان عندي خلصان بستخدم فيبا، فهو كان عندي خلصان حاليا، فعقبالي يعني منزل اشتريه وكده فجبت ده. العظيم بقى اللي عجبني قوي فعلا، اللي هو الكلور اللي هو الخام. جبت الاتنين. بصوا الازازه اللي في الوش دي ملهالي ب5 جنيه، اللتر تقريبا ب5 جنيه، كلور خام. بصوا يعني ريحته نظافه بقى، عارفين ريحه النظافه.
بجد حلو قوي وبينضف وبيدي كده ايه ريحة نضافة كده وتعقيم حلو قوي للبيت بصراحة. برضو بستخدمه في التويلت وبستخدمه برضو في البلكونات وكده والسلم. وجبت بقى حاجة يعني انا عارفاها من اليوتيوب، تمام. اللي هي حاجة اسمها عجينة، شايفين اللي هي لونها ابيض دي اللي قدامكم دي كده سعرها 5 جنيه. قلت له معاك عجينة؟ انا ما كنتش متوقعة بصراحة ان هي تبقى موجودة. قال لي اه موجودة. قلت له طب بكام؟ انا مش عارفة الاسعار. فقال لي الكيس ده مثلا ب5 جنيه. كل المنظفات بقى اللي انا جبتها دي والله يا بنات سعرها 30 جنيه بس، لكني يعني حسيت ان انا ايه، لا جبت شوية حاجات نفعوا مثلا في البيت. طبعا انا المسحوق الاساسي اللي انا بستخدمه اللي هو البرسيلي جل. بستخدمه، بس الاول كنت بستخدم اريال جل بريحة الدوني، ريحته خطيرة خطيرة خطيرة. ومش بيبقى محتاج حتى ان انتي تحطي معاه مش بيبقى محتاجة ان انتي تحطي معاه مثلا دوني او معطر او كده، ريحته حلوة قوي بجد. فانا عندي برسيل الشهر ده يعني لسه مكمل معايا، ولكن مثلا بفكر اجيب واحد اريال صغير يعني ينفع ايه للشهر الجاي، بما ان عندي الشهر ده يعني. لكن برضو عايزة مساحيق تانية، عايزة ملح لغسالة الاطباق، وعايزة ايه، وعايزة كلوركس اللي هو الالوان، يعني عايزة شوية حاجات كده في المنظفات. لان كلوركس الالوان ده بالنسبه لي يعني ريحته بعشقها، فده لازم يبقى عندي دايما. جيت بقى عشان اعمل الملوى البيضاء، فاكرين الكتل اللي انا كنت مالياه عشان اشيل اللي هي التكلسات والحاجات اللي فيه؟ هرجع له دلوقتي. المهم حطيت هنا شويه من العجينه دي على شويه من البرسيل، تمام. انا هقول لكم طريقتي بقى في غسيل الابيض الهدوم البيضاء يعني وكده، بما ان هي اصلا عندي مش كتير قوي. انا حطيت البورنوس يعني وكده وهدوم بيضة. الكاتل بقى اللي انا مليته اللي هو فيه خل وفيه ليمون وفيه ملح ليمون، ده انا بضيفه على الهدوم البيضة وهي بتتغسل. غسلتك ايه يا اموره؟ الغساله بتاعتي اللي هي توشيبا اللي هي فوق اوتوماتيك 11 كيلو، اللهم بارك، هي عجباني جدا. عارفه ان في ناس هتعترض مثلا عليها، مش كل الناس بتتفق معاها، ولكن الحمد لله بشغل الغسيل وبعدين بنقعه، وبعدين برجع اشغله تاني. وجينا هنا بقى عشان قلت عقبال الملوى دي يعني ما تخلص وكده، فخليني احضر الغدا سريعا. انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انتوا هتلاقوني القعده دي كتير قوي. المهم جبت 2 بطاطس و2 بصل، وعندي طماطمية وقرنين فلفل. هعمل ايه؟ انا هعمل النهارده سمك سافوليا او سمك موسى، بس هعمله في صينيه. لا بص، هو لما بيتقلي بيبقى زي البانيه، بيبقى خطير بصراحه، بس احنا بنقلل شويه من الزيوت وكده. آه، اول حاجه يعني عملت تتبيله كده. عملت ايه؟ البصل ده قطعته كده على ايديا ودعكته كده كويس بكمون وملح وفلفل وكزبره، تمام، وشويه من الكاري. ورحت قاسمه الخلطه دي نصين، نص حطيتها كده على النار قلبتها مع البطاطس ومعاها طماطمايه متقطعه شرايح، والنص التاني تبلت بيه السمك. حطيت كده البطاطس على النار مع الخلطة اللي هي بتاعة البصل والكاري والكمون والكزبرة والملح والفلفل. وبعدين بقى ايه، رصيت عليها كده السمك. عامة هي الأسماك بتحب كل ما هو كاف. يعني ايه كل ما هو كاف؟ يعني أي حاجة في البهارات فيها كاف حطيها. كمون، كزبرة، كاري، كركم، كرفس، الحاجات دي كلها بتنفع قوي مع السمك وبتليق قوي أو بتليق قوي يعني معاه. حطيت بقى كده، رصيت السمك عليه، وجبت كده شوية مية عشان يعني يستوي عليها. ممكن تحتفظي بلونها كده، يعني هتزودي شوية مية كمان بس عشان يستوي كويس، ولكن احنا بنحب لونها يعني محمر شوية. فجبت هنا الطماطمايه، الهاند بلندر بتاعي نوعه براون، اللي هو 750 واط تقريبا، كويس جدا اللهم بارك. هو هنا ممكن يبان الضرب بتاعه مش كويس يعني، لان انا حاطه طماطمايه واحده بس، والبوله اللي انا حطاها فيها واسعه مش حاجه ضيقه مثلا، مش هطلع مواعين كتير بقى. حطيت كده الطماطمايه دي على الوش، تمام، وهتغلي كده غلوة من فوق، وبعدين هدخلها الفرن هتاخد تحت الشواية ومن فوق. هو هنا احمرت معايا شوية، ولكن الريحة بجد طالعة خطيرة يا بنات، تحفة جدا. ألف أنا وشيف على كل اللي هيجربها. تقدري تعمليها طبعا في السمك اللي هو البلطي، بس يعني هتتبليه كويس بقى وتدخلي التتبيلة معاه جوه. نرجع بقى للغسيل بتاعنا تاني.
قلت لكم ان انا بحب احط على الغسيل الابيض اللي هو كاتل المية السخنة ده، وعليه خل وعليه ملح ليمون، ملح ليمون او كربوناتو الموجود عندك بقى. وطبعًا الليمونة اللي هي بتبقى موجودة فيه دي، بينقع لي كده الهدوم، يعني أنا باشغّل الغسالة على دورة 12 دقيقة، وبعدين بارجع تاني لمّا تخلّص يعني ال12 دقيقة دي، مش باخلّيها تشطف ولا حاجة، لأ أنا باسيبها شوية كإني بانقع الهدوم، وبعديها تاني مثلًا أدّيها 12 دقيقة، وبعدين أسيبها تتنقع شوية، وبعدين أدّيها على 4 دقايق، وبعدين الشطف، وبعدين اللي هو التجفيف. فعشان كده يعني اللهم بارك أنا حابة الغسالة دي، ودي طريقتي عامةً في الغسيل عمومًا، بس طبعًا مش كل الغسيل باحط معاه العجينة دي. بس كده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى إنكم تشتركوا في القناة، واستنوا كل يوم فيديو إن شاء الله على الساعة 7:00. استودعتكم في رعاية الله، مع السلامة.